الريدمي فايل واحد من اهم الحاجات اللي بتعبر عنك وعن اسلوبك في الشغل. السلام عليكم، فيديو النهارده هنتكلم عن الريدمي فايل وازاي تحول الريدمي فايل بتاع الريبو بتاعك من الشكل ده للشكل ده. طبعا الريدمي فايل بيدي طابع عنك وعن شغلك عن طريق تنظيمك، عن ازاي انت بتهتم فعلا بالتفاصيل. عندنا النهارده الفلاتر بروجكت بتاعنا، كل اللي انت محتاجه حاجه بسيطه جدا جدا. فلو جينا على الريبوزيتوري بتاعنا هتبص في اللينك فوق هتلاقي ان انت عندك github.com/ كذا. انت كل اللي انت محتاجه، في لو جينا على الجيت هاب دوت كوم هتشيل الهاب دوت كوم، هتسيب الجيت. تمام. بعد الجيت هتكتب ريد جيت ريد دوت ديف. شكرا. ده كل اللي انت محتاجه. ده هيوديك على الويب سايت بتاعه الجيت ريد، وهيبدا ان هو يعمل امبورت في البروجكت بتاعك. طبعا انا دلوقتي داخل بالاكونت بتاعي، فانا مش عايز اخش بالاكونت بتاعي عشان ده انا عملت بيه قبل كده. فانا ممكن اعمل كونتينيو واخش اساين ان باكونت تاني، وهنعمل كونتينيو وهتجريها على التيرمز وتعمل كونتينيو. كده خلاص احنا دخلنا بالاكونت بتاعنا وجاهزين ان احنا نعمل جنريت. لو لاحظت هتلاقي ان انت عندك واحد كريدت بس، فانت الحركه دي تقدر تعملها لكل اكونت مره واحده. فانت لو عايز ترفع اكتر من ريدمي او عايز تعدل اكتر من بروجكت هتحتاج اكتر من اكونت، او هتضطر ان انت تعمل سبسكريبشن في الجيت ريد ويب سايت. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت خلاص هو اوتوماتيك عمل امبورت للريبو بتاعتك، تعمل جنريت، هتسيبه يجنريت مع نفسه. اوكي طيب، هو دلوقتي رفض عشان الريبوزيتوري بتاعتي برايفت، فانا ممكن اروح على جيت هاب مؤقتا نخليها بابليك عشان هو عايز اكسس على الريبوزيتوري، فانا عاملها برايفت، فبرايفت دي هتبقى ليا بس، فهو مش هيعرف يشوف الريبو بتاعتي. فانا كل اللي انا هعمله ان انا اخليها بابليك. ماشي. اوكي طيب، انا عملتها بابليك، ممكن اجي اعمل جنريت تاني للكود بتاعي. هتلاقي ان هو بيعمل جنريت للريدمي فايل. هو بيعمل حاجه جميله جدا، ان هو بيعمل انالايز او اناليسيز للستراكشر بتاع البروجكت بتاعك. هو حرفيا بيعرف انت عامل ايه بالظبط في الكود عشان يبدا ان هو بيذكره في الريدمي فايل بتاعتك. وطبعا هنستنى شويه لحد ما يعمل جنريشن وبعد كده هنرجع تاني. طيب بعد ما اخلص هتيجي تبص على الريدمي فايل بتاعتك، هتلاقي ان هو عمل لك جنريت لكل حاجه حرفيا. يعني بص، من اول الفيتشرز بتاعتك هو بيدي هنت او انترودكشن عن البروجكت بتاعك. هو عارف ان انا عامل داشبورد وفي بي او اس وبيمانج البرودكتس والكاستمرز والكلام ده كله. وبعد كده بيبدا ان هو يدي لك الفيتشرز، والله انت عامل اوثنتيكيشن داشبورد برودكت مانجمنت مش عارف ايه. بيبدا يشرح لك الفيتشرز بتاعت البروجكت بتاعك، وبيقول لك التكنيكال ستاك، انت مستخدم فلاتر، مستخدم فلاتر بلوك او كيوبيت مش عارف ايه ريتروفيت، كل التولز اللي انت مستخدمها. وكمان جايب لك البروجكت ستراكشر بتاعك. انت متخيل ان هو مقسم لك البروجكت بتاعك وجايب لك التقسيمه بتاعتك بالظبط. بعد كده زي تجيت ستارتد ان انت هتعمل كلون ومش عارف ايه، وخلاص تمام زي الفل كده. ممكن ناخد الكود كوبي ونيجي على الريبوزيتوري بتاعنا، هنيجي نعمل edit لريدمي فايل، هتشيل الكلام ده كله وتحط الكود اللي هو عمله لك. طب لو جينا عملنا بريفيو هتلاقي ان هو بالظبط نفس اللي موجود، عمل لك التقسيمه بتاعتك، عمل لك كل حاجه. طيب لو جيت على اسك ديب ويكي هتخش هتلاقي ان هو بيبدا يعمل لك ايه بقى، شرح مفصل للريبوزيتوري بتاعتك. فانت كل اللي انت محتاج تحط الاكونت بتاعك، وهتلاقي ان هو بدا يمبورت يعني بيحلل البروجكت بتاعك، وبيبدا ان هو يدي تفاصيل عن البروجكت بتاعك، بحيث لو اي حد مش فاهم طريقه شغلك او مش فاهم اي حاجه من الريبوزيتوري بتاعتك، يبدا ان هو يخش ياسك ديب ويكي. ديب ويكي هيديله كل البيانات او كل التفاصيل اللي هو ممكن يحتاجها. فلو جينا ممكن نعمل كوميت تشينجز،
وخلاص لو جينا بصينا بقى على الريبوزيتوري بتاعتنا، يعني بص شفت شكلها كان عامل ازاي الاول وشفت شكلها دلوقتي بقى عامل ازاي. الموضوع طبعا مختلف جدا جدا جدا، في فرق رهيب. لو اي حد مثلا انت بتابديت السي في بتاعك، حاطط الريبو بتاعتك في السي في بتاعك، الناس بتخش تبدا ان هي تشوف طريقه شغلك، تشوف الكود بتاعك عامل ازاي. فانت اول ما بيخشوا هيلاقوا بقى الريدمي الجميله دي بكل التفاصيل المحترمه بتاعه البروجكت بتاعك. مش هتقعد تكتب الكلام ده كله بايديك، كمان برضو ممكن تضيف انت تبقى واخد سكرين شوتس للبروجكت بتاعك، وتبدا ان انت ممكن تعمل سيكشن جديد عادي جدا اسمه اب فيجوالز مثلا او اب سكرين شوتس، تبدا ان انت تحط السكرين شوتس بشكل منظم وشكل جميل. طبعا دي ويكي لسه بتاخد وقت، بتاخد 10 دقايق تقريبا، بس هي كده بقت موجوده وخلاص. اول ما بتخلص هتبقى اوتوماتيك موجوده هنا، اول ما يدوس على اللينك ده هيبدا ان هو يوديه على دي ويكي لما هي تخلص. تمام، بس كده ده فيديو النهارده، والسلام عليكم.